ما كان ممكن يترك المغرب يهزم إسبانيا والبرتغال وفرنسا. ليس فرنسا، يعني أوروبا كلها لا تريد يعني أن يهزم المغرب 3 دول أوروبية، وإلا يعني ستكون ثورة في أوروبا، يعني ستكون مشاكل. ثم سيخرج العداء يعني مباشرة. سيتأدون هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في أوروبا، سيتأدون، صدقوني كانوا سيتأدون يعني أشر أذى، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا. كانوا سيتأدون في بريطانيا وفي فرنسا وفي إسبانيا وفي بلجيكا وفي جميع البلدان، وفي ألمانيا، في جميع البلدان كانوا سيتأدون المسلمون، وأكثرهم في فرنسا. في فرنسا كانوا سيسحقون، لكن الله سبحانه وتعالى سلم. والله إن الله سلم خير إن شاء الله. لكن مع ذلك لا نسكت، لا نسكت بأن فرنسا لعبت سياسيا وليس كرة القدم. كرة القدم المغرب يهزمها أشر هزيمة 7-0، لكنها لعبت سياسيا. معنوية اللاعبين المغاربة ليست على أحسن ما يرام. معنوية اللاعبين دخلوا الملعب مدمرين محطمين، لكي لا نبقى يعني لا يعقل أن اللاعب في 18 لاعب يعني راسه راس حارس المرمى وكيلعب في 18 وما قادرش يسجل. شيء يعني غريب، شيء غريب، يعني شيء غريب. يعني وجه الركراكي في مقابلة مع البرتغال ومع إسبانيا ليس هو وجه الركراكي في مقابلة مع فرنسا. أشياء سيكولوجية تغيرت. يبكون، نعم، هناك دموع، نعم صحيح، هم يعلمون لماذا هذه الدموع، لأنهم أحبطوا، نعم، ونحن معهم ونلتمس لهم العذر ونشكرهم ونحبهم ونثني عليهم، وسيبقون في أعيننا كبار، وفي أعين جميع العرب والمسلمين كبار إن شاء الله، ولقد حققوا ما لم نكن نحلم به. أنا نفرهم. وسيكون إن شاء الله الفريق المغربي سيكون عنده استقبال رسمي. يعني المغاربة الآن سمعوا بأن الطائرة غادي تكون في سلالك، غادي يستقبل صاحب الجلالة نصره الله، لأن دائما طبعا لأن هذا إنجاز كبير، ودائما تعلمون أن يعني الاستقبال الملكي فهم يستحقون هذا الاستقبال، وإن شاء الله سيستقبلهم الملك، وسيكون وفد يعني هذا من مطار السلالة إلى الرباط بحفوة وبالورود وباحتفال وبالزغاريد وبضحكة وبتصفيقات وهذه. ولماذا؟ لأن كاين أشياء أخرى لا أريد أن أتكلم عنها.